ثلاثه د الحليوات، ثلاثه د الاشكال، كل وحده بمذاق وكل وحده في شكل. غادي نخدموهم فقط بتقريبا 700 غرام، يعني اقل من نصف كيلو، اقل من كيلو ديال كاوكاو. حتى شي وحده ما فيها البيض، كيجيو رائعين ولداد. نبداو بغريبه اللي غادي نحتاجو فيها كاس عامر ديال الكاوكاو اللي محمر ومطحون. غادي نزيدو عليها نص كيلو ديال الدقيق اللي هي 5 د الكيسان، نخدموهم مع بعضياتهم، ونزيدو ليها 250 غرام ديال الزبده، اي زبده كانت عندكم. حاولوا تخدموا الزبده مزيان بحال غتحضروا العجينه لا بات صابلي. غادي تزيدوا معها نص كاس ديال السكر ديال العنبه وزوج ساشيات ديال الخميره. السكر اما يكون رقيق اما يكون كلاصي. نخدموا كل شيء مزيان مزيان. عاد كنضيفوا كاس ديال الزيت، ماشي ديال العنبه، الا كان ديال العنبه غادي ديروا كاس لا ربع، يعني 120 ملي ديال الزيت، قسموها على زوج. ديروا الكميه الاولى وكتخدموها بهذه الطريقه، وتزيدوا الكميه الثانيه، راه كاس الا ربع غادي يجمع لكم العجينه كلها. غادي ديروا قياس 120 غرام. الناس اللي كتبغي الميزان كتوزنوا بهذا الشكل هذا، واي وحده درتوها كدوزوها. هذه اختياريه في السكر، اما سبيسيال اولا العادي، ماشي مشكل، ما محتاجينوش في هذه الوصفه. وغادي ندير حبه ديال الكاوكاو، بما انني خدمتها بالكاوكاو نورك عليها. والفران سخون طبعا، كنديروا النار فوق منها حتى كتشقق على نار مهيله، والفران سخون 20 دقيقه من قبل، سواء غازي اولا كهربائي. وكندخلوها كطيب من التحت. زوج ديال لاطات اللي خرجت مباشره. كنمشيو ناخذ هنايا نص كيلو ديال الكاوكاو اللي محمر. الكاوكاو ديما عندي محمر 500 غرام، وغادي نهرمشو، ماشي نطحنو انما غير نهرمشو بهذا الشكل هذا. غادي نديرو في واحد لو بول ونزيد عليه نص كاس ديال العسل. ما تقويوش العسل باش كتجمعوا الحلوه ديالكم اللي هي الحلوه ديال الرخامه. غادي نزيدو عليها القرفه كنكهه الا بغيتوها، ولا ما بغيتوش بلاش. كتجمعوا كل شيء مع بعضياته وكديروها في الطاوه احسن باش تجيك مقاده. قرصوها مزيان، دوزت عليها الكاس، انا ما بانتش. وخديت هنايا 250 غرام ديال الشوكولاته السوداء، دوبتها بلا زيت بلا حتى شي حاجه، وكنخلي منها واحد شويه باش نزين. وكندير هذه الكميه باش ما تهرش لينا، خليوها تجمد في سطح العمل. خليتها قدام الشارجم حتى جمدات، وقلبتها باش ندير 250 غرام ديال الشوكولاته البيضاء. قاله هي اللي كنستعمل هنايا. غادي نديرها كامله، نخويها، ما كتجيش طبقه غليظه بزاف ولا رقيقه. وكندوز بخطوط ديال الشوكولاته السوداء، وندير الشكل الكلاسيكي ديال الملفاي بواحد الكوردون. وغادي نخليها كذلك بلا ما تدخلوها للثلاجه باش ما تهرسش لكم. فاش جمدات هنايا راه 15 دقيقه كانت واجده. باش غادي ما تهرش السكين، اول حاجه ماضي او لا حاد، كدوزو التدويزه الاولى كتعلموا، التدويزه الثانيه كتغرقوا شويه الموس، التدويزه الثالثه كتقطعوا، ماشي كتبقاو طق طق طق، لا كتمشيو جره وحده. صافي كديروا المستطيلات على القياس اللي بغيتو نتوما، نفس الطريقه. وكتعلموا هنايا، ولكن هنايا ما غاديش غير كنعلم صافي، وكنطيح عليها دقه وحده بحال هذا الشكل. وهنا كملت الحلوه ديالي، ما تهرسات ما تفرتات ما حتى شي حاجه، وكتجي الشكل ديالها راقي. الحلوه الثالثه غادي ناخذ كاس ديال الزنجلان، كاس ديال الكاوكاو بزوجهم محمرين. كنطحن نهرمش كاوكاو بهذا الشكل هذا، ونطحن الزنجلان، اولا طحنوا مزيان كاوكاو وتهرمشوا الزنجلان، المهم كيكون واحد مطحون واحد مهرمش. كتخلطوهم مع بعضياتهم، وكتضيفوا نص كاس ديال السكر. كنخلط كلشي مع بعضياته، ونزيد كاس ديال الزيت. وهنايا خاص الحلوه ديالنا ديال الهلال تخدم مزيان 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 باش تطلق النكهه ديالها. الا كان عندكم السكر بنكهه الزهر راه خطير، المذاق ديالو كيجينا الصراحه ما توفرتش عندي. غادي نزيد واحد القبيصه ديال الملحه، ونزيد الدقيق معلقه بمعلقه حتى جيت 10 ديال المعالق، معلقه بومبي اولا عامره مزيان. وغادي نخدم حتى كنحصل على عجينه اللي كتجمع بلا ما كتفرتت بلا ما كتهرس. هانتوما راه كنزيد شويه بشويه حتى كانت تجمع عندي العجينه. هاد العجينه ما فيها زبده ما فيها بيض ما فيها خميره. كندير كويرات بحجم 18 غرام، وكنشكلهم هلاليات بهذه الطريقه اللي غتشوفوا معايا. ندخلهم الفران لمده 15 دقيقه، وفاش كنخرجوهم ما نتوشيوهاش هاد الحلوه نهائيا. خليوها كتبرد واحد شويه. الا كان عندكم سكر سبيسيال دردروا عليها وهي سخونه. كان عندكم السكر العادي دردروا، ماشي تحشيوها في السكر، لا اصلا تهزوها دي تهرس كامله. استفتها في اللاطه. كنشرح لكم كل شيء قبل، لانه الجيران عندهم صداع، ما بغيتش ندخل الصداع في الفيديو. هانتوما مهم خليتها انايا في اللاطه، ودرت عليها سكر سبيسيال وهي سخونه. الا كان عندكم السكر العادي خليوها تبرد مزيان، بعد هزوها غير شويه بشويه. الرخام هذا هو الشكل ديالها عن قرب، كتجي رائعه وراقيه بلا ما كتهرس. غير تبعوا نصائح اللي قلت لكم. هاد غريبه راه كتحمق المذاق ديالها غير. وهذيك الحلوه ديال الهلال ديال الكاوكاو
اللي ما كتخطى حتى شي دار مغربيه. حلويات من الزمن الجميل، شحال هذا وحنا كنديروهم، شي حاجه اللي راقيه لذاذين وزوينين. الى عجبكم بهذا الحال هذا الاقتراح، كل 3 الانواع نخدموهم بواحد الكميه ديال المكون. بحال اليوم ب 700 غرام ديال الكاوكاو خدمنا 3 ديال الانواع راقيين شكلا ومذاقا. تحطيهم في الطبله وجهك احمر، كيحمروا الوجه، كيجيو رائعين. هاد الحلوه ديال الكاوكاو راه غير تبسوها كتفرتت. الحلوه اولا غريبه ديال الكاوكاو كتجي فنه تاني، كتجي رائعه وكتفرتت وكتذوب في الفم. اما الرخامه فهي قدامكم، تشجيعاتكم عافاكم.